تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المستمعون الكرام، ومع برنامج معا ننهض نتناول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الحلقة الثانية أو الجزء الثاني من عنوان النهضة والتصورات. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن خصائص التصورات وأهمية التصورات بالنسبة لكل نهضة، وأنه لا نهضة بلا تصور للإنسان وللكون والحياة والإله، والإجابة على التساؤلات الكبرى التي على الأقل تتعلق بالإنسان، والإجابة كذلك عن تساؤلات المجتمع فيما يتعلق بعلاقاته البينية وصيرورته وطبيعة حياته إلى غير ذلك، ومدى انسجام على الأقل حركة النهضة مع ثقافة وهوية المجتمع ورؤاه على الأقل لنفسه ورؤاه للآخرين ورؤاه للكون. هذه المسألة على كل ذكرنا فيها في الحلقة الماضية بعض الشيء فيما يتعلق بنمطين قلنا من أنماط التصورات، وكنا قد بدأنا في الحديث عن النمط اللاديني، وذكرت بأن هنالك نمطين أساسيين. النمط الأول هو النمط اللاديني، والنمط الثاني هو النمط الديني، أو إن شئت سميه النمط المادي والنمط الديني. وهنا نجد المفكر علي عزت بوغوفيتش يقول بأن يعني في مسألة الحقائق والأفكار يقول: الحقيقتان والفكرتان الأوليان في العالم، يعني الذي لا يعني في العالم حول مسألة النهضة وبنائها وحول التصورات للوجود كله، نجد أن هاتين الفكرتين، فكرة المادية وفكرة الحالة الدينية، لا تنفكان، وهما ما يمكن أن يحال إليهما كل التصورات مهما تعددت، فإما أنها ستندرج تحت التصور اللاديني ورؤيته للكون والحياة، وإما أن يندرج تحت التصور الديني، وبطبيعة الحال فهو يقول لا يمكن أن يتجزأ إلى ما هو أصغر من ذلك. وبدأنا الحديث عن مسألة التصورات اللادينية، وكيف أن أوروبا على وجه التحديد خاضت صراعا بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التصورات الدينية، ثم مرحلة التصورات العقلية، ثم انتهى بنا الأمر إلى مرحلة التصورات الحسية أو حالة الطبيعة والاعتماد على الطبيعة وسيادة الطبيعة. وهذه الحالة على وجه التحديد هي التي انتهت إليها أوروبا في سياقتها الأخيرة على مستوى التصورات، وهي ما يمكن أن نطلق عليه اللادينية بمعنى العلمانية، بمعنى اللادينية. العلمانية أو العلمانية هي الحالة التي انتهت إليها على الأقل المنظومة الغربية في تصوراتها، وبالتالي هذه الحالة العلمانية هي التي على الأقل تسود الآن الفكر الغربي والتصورات الغربية للإجابة عن تساؤلات الإنسان وتساؤلاته عن الكون وتساؤلاته عن الإله. هذه الحالة العلمانية نجد أنها أيضا تمظهرت في اتجاهين رئيسيين. الاتجاه الأول هو الذي يمكن أن نسميه الاتجاه الذي يجعل من الإنسان مركزية في هذا الكون، بحيث المرجعيات كلها يجب أن تعود إليه وتصدر عنه الإجابات، ويكون هو مركز الكون، على خلاف الرؤية الدينية التي كنا أو هي تقوم على فكرة أن الله هو مركز الكون، وأن الإنسان والطبيعة محوران ما دون ذلك، وهي ضمن محور المخلوقات وليس ضمن محور الآلهة. وبالتالي هنا بعد أن نحيي الإله في التصور الغربي، وبغض النظر هذه التنحية هل هي حتى على مستوى الشعور وعالم التصورات الداخلية والوجدان، أم على مستوى على الأقل الممارسة العلمية والحياتية
وممارسة حالة السياسة والاقتصاد. ففي البداية على الأقل تمثلت فكرة العلمانية على مستوى الاقتصاد والسياسة، تمثلت على مستوى الاقتصاد والسياسة، وهي التي يسميها يعني بعض المفكرين الإسلاميين مثل عبد الوهاب المسيري، الدكتور عبد الوهاب المسيري، يسميها العلمانية الجزئية، التي حاولت أن تنادي بفكرة فصل الدين عن الدولة، ولكن يقول هذه كانت عبارة عن التعريف للعلمانية في القرن التاسع عشر، ولكن ما بعد ذلك فإن العلمانية تبدأ بهذه الجزئية فصل الدين عن الدولة، ولكنها حتما ستنتهي إلى فكرة فصل الدين عن الحياة. وبالتالي نلاحظ أن التطور للحالة العلمانية تمثل في اتجاهين: الاتجاه الرأسمالي الذي يجعل من الطبيعة مركز للكون ومركز للتحليل ومركز للانطلاق ومركز لتفسير الكون، والمحور الثاني هو المحور الاشتراكي الذي يمكن أن يحسب على أنه أراد أن يجعل من الإنسان هو محور الكون وليس الطبيعة. وهنا على كل في تباينات كثيرة جدا حتى داخل المنظومة الاشتراكية أو الشيوعية فيما يتعلق بمركزية الكون ومركزية الإنسان أو الطبيعة. ولكن دعونا نقول بأن الفكر الغربي في مجمله انتهى إلى هاتين المدرستين، ولكن كما يقول عبد الوهاب المسيري أيضا بأن في حقيقة الأمر هذه الثنائية ثنائية غير حقيقية، ثنائية الحالة الاشتراكية التي تجعل من مركز الإنسان، مركز الكون هو الإنسان، والمحور الثاني الطبيعة والذي تتبناه الرؤية الرأسمالية، يقول هذه في حقيقتها ترجع إلى شيء واحد، وهي حالة التشيع بالنسبة للإنسان، أن يتحول الإنسان إلى شيء ويتحول إلى مادة فيقرأ ضمن السياق الطبيعي وليس ضمن السياق الإنساني، لأن الإنسان ليس حالة بيولوجية فقط، يعني ليس حالة طبيعية فقط، ولكن هو حالة كما سنأتي إليه إن شاء الله في الرؤية الدينية حالة مختلفة. ولكن في إطار المنظور الغربي انتهى بنا الحال إلى أن حالة الاشتراكية نفسها التي كانت ترى مركز الكون يجب أن يكون الإنسان انتهت في نهاية الأمر إلى من ناحية فلسفية على الأقل لم تستطع الإجابة على كثير من التساؤلات الفلسفية، بينما الطرف الآخر الطرف الرأسمالي استطاع أن يجيب عن كثير من التساؤلات من خلال مركزية الطبيعة، فانتهى بنا الحال إلى أن الإنسان أيضا يتحول إلى نوع من الشيء من العالم الأشياء والتشيع، وبالتالي صار مركز الكون هو الطبيعة. وبالتالي لاحظنا كيف تنحية الإله أدت إلى تنحية الإنسان، وبالتالي الإنسان أيضا بدل أن كان تعمل لصالحه الطبيعة صار هو نفسه في نهاية المطاف يتحول إلى شيء ويبقى هو أيضا خادم لعالم الأشياء، وليس له على الأقل تلك الخصوصية وتلك الحالة التي ربما كان يتميز بها. لماذا؟ هذا التميز الذي جعل الإنسان مركز من مراكز الكون أو على الأقل يحتل مركزية الكون في التصورات كانت مبنية في جزء كبير منها على رؤية غيبية، تكريم الإنسان وخلق الإنسان وأنه خلق له فبمعنى التصور الأول اللي كان على الأقل غربيا يرى أن الإنسان مركز الكون في حقيقته له أبعاد دينية، وإلا بعيدا عن الأبعاد الدينية لا تستطيع أن تجعل الإنسان هو المركز لهذا الكون. وبالتالي هذه الرؤية الدينية في أساسها التي كانت تجعل للإنسان قيمة وتجعله محور للوجود انتهت بنا في نهاية المطاف إلى حالة اللادينية الصارخة التي تفصل تماما ليست الدين عن الدولة كما يقال، ولكن تفصل الدين عن الحياة، فتشكل للإنسان تصوراته عن نفسه بشكل محدد وتصوراته عن الغيب بشكل محدد، وهو النفي التام لكل ما هو غيبي، فلا تؤمن بالله ولا تؤمن بالآخرة ولا تؤمن بالجنة ولا النار ولا الملائكة ولا هذه العوالم الغيبية التي يسمونها الميتافيزيقا، هذه لا تدخل عندهم مثلا فيما يتعلق بالحقائق، وبالتالي الحقائق عندهم ما كانت محسوسة. على كل انتهت الآن الحالة اللادينية في نهاية المطاف إلى بدل أن تنتهي إلى فصل الدين عن الدولة انتهت في نهاية المطاف بعد القرن التاسع عشر، خاصة معظم فترات القرن العشرين وخاصة من 1965 وصلنا إلى ما يمكن أن يسمى بحالة السيولة في التصورات والسيولة في الأفكار والسيولة في ما يتعلق بتحويل هذا الإنسان إلى نمط من أنماط الطبيعة وسيطرة اللذة وسيطرة الجنس وسيطرة المادية الطاغية، وانتهى بنا في نهاية المطاف إلى نوع آخر تماما من التصورات. بدل كان مثلا فكرة أن الله هو محور الكون صارت الطبيعة في محل الإله،
بدل أن كان الشرائع والأديان هي التي تنظم القيم وتنظم التشريعات، صار القانون الطبيعي هو الذي ينظم القيم وينظم التشريعات. بدل أن كان مثلا الأنبياء والرسل والذين يرثونهم من العلماء هم الذين يبدون على الأقل الإجابة عن التساؤلات الكبرى من خلال الرسالة السماوية، تحولت هذه المسائل إلى ما يمكن أن نسميهم بالفلاسفة والمفكرين والقانونيين والمشرعين ومؤسسات الجامعات، هي التي مثلا تقوم مقام هذا الاتجاه اللاديني. بدلا أن كانت مثلا الجنة والفردوس الأعلى هو الغاية التي يسعى إليها الإنسان من خلال حركته في الحياة، تحول الأمر إلى الفردوس الأرضي، وبالتالي البحث عن الجنة في عالم الأرض وليس في عالم السماء. الخلاصة نستطيع أن نقول بأن ما يمكن أن يسمى الآن بالعلمانية هي في حقيقتها نمط من أنماط التدين الإنسانوي، يعني صحيح وليس دينا سماويا، فالعلمانية ليست دين بما أنها تنفي الأديان، ولكنها أيضا لا تستطيع أن تخرج من أنها نمط ديني دنيوي. نمط ديني دنيوي بمعنى الدين هو في حقيقة الأمر هو ما يدين به الإنسان، ما يدين به الإنسان. فالإنسان الذي يقول أنا مسلم يدين برسالة معينة، له تصورات معينة، له مقدسات معينة، له معبود معين، له رؤية للوجود وتفسير هذا الكون. كذلك الرؤية المادية توازي تماما الرؤية الدنيوية، الرؤية الدينية هذه في اتجاه مغاير. فبالتالي لهم مراجعهم ولهم تصوراتهم، لهم فلاسفتهم، لهم مفكروهم، لهم إجاباتهم الكاملة عن التصورات، لهم رؤيتهم المعرفية مناقضة تماما للرؤية المعرفية الدينية. وبالتالي هي صحيح لا تسمى بأنها دين بالمعنى السماوي، ولكنه في حقيقة الأمر ستجد أن العلماني فيما يراه من مقدسات وفيما يراه من رؤى وفيما يراه من أفكار وفيما يراه من أطروحات يدافع عنها ويكافح عنها ويناضل عنها، كما يناضل الشخص الديني الذي يتبنى رؤية دينية، كما ينافع هذا عن رؤيته تجد أن هذا ينافع عن رؤيته، كما يقاتل هذا عن رؤيته ترى أن هذا أيضا يقاتل عن رؤيته ويسعى لسبيل تحقيقها. وبالتالي هنا حقيقة يعني يستوقفني بعض التساؤلات التي وردت في الصفحة خلال الحلقة الماضية، وهي تعجل بعض الإخوة في فكرة أننا ليس من الإمكان أن نجمع ما بين التصورين، أو الحقيقة لا أميل إلى هذا النوع من التجميع على صعيد طرح الأفكار. يعني على صعيد طرح الأفكار والفلسفات ليس من الصحيح أصلا أن تحاول تدمج أفكار متناقضة فيما بينها وتمزج بينها وتقول بأن هنالك تقارب وبالتالي هنالك مسار جديد. لا، دعنا في عالم الأفكار نطرح الأفكار كما هي، نطرح التصورات كما هي، نطرح الرؤى التي تبنى عليها كل المشاريع وعالم التصورات كما هي، ثم على مستوى الممارسة والحياة اليومية اترك الأمر بعد ذلك للسياسيين الذين على الأقل يخوضون الحراك السياسي اليومي فيما يمكن أن يحدثونه من تقاربات في محاولة على الأقل الإجابة عن تساؤلات السلطة والدولة. لكن على مستوى الأفكار يجب أن تطرح الأفكار كما هي، ولست هنا حقيقة من أنصار محاولات الدمج أو محاولات التقريب أو محاولات المواءمة التي في حقيقة الأمر تضر ومضرة جدا بالتصور الديني على وجه التحديد أكثر من إضرارها بالتصور المادي. وهذا للأسف الشديد ما ربما ينجر إليه كثير من الناس في تعاطيهم مع العلمانية، فيقول لك بأن والله يا أخي العلمانية يعني تجيب على الأقل أو هي حل المشكلات السلطوية، المشكلات الفكرية، المشكلات التشريعية للمجتمعات المتعددة. تقول له كيف العلمانية مثلا هي إجابة عن تساؤلات الناس وهي مثلا محايدة وهي تحترم الأديان؟ طيب إذا كان الدين الإسلامي مثلا، إذا كان الدين الإسلامي له تصور في الحياة، له تصور في الوجود، له تصور للإنسان، له تصور في الغايات النهائية التي يجب أن يصلها، له تشريعات محددة في حياة الإنسان التي يجب أن تسود في التشريعات كلها بدءا من لحظة الميلاد إلى نهاية خروج الإنسان من الحياة في الموت. إذن هذا هو الدين الإسلامي. تجد العلمانية أو العلماني الذي يقول لك أنا أحترم الأديان هو يحترم الدين الإسلامي بالتصور الذي هو يحمله. هو عنده تصور عن الدين، له تصور عن الحياة، له تصور عن الوجود، فيحترم الدين بالشكل الذي يراه هو، لا بالشكل الذي يراه أتباع هذا الدين أو بالشكل الذي هو الدين عليه كما هو. فمثلا نلاحظ بأن معظم الذين يقولون بأن العلمانية محايدة تجاه الأديان تجده يبني فكرة الدين على الدين النصراني أو على الدين الذي لا علاقة له بالحياة،
وهذا سآتي إليه إن شاء الله في القسم الثاني فيما يتعلق بالرؤية الدينية وقسميها، قسم الدين المنزل والدين المبدل. لكن دعونا نقول بأن العلمانية عندما تحاول أن تقول بأنها تحترم الأديان، هي تصنف أو على الأقل تختزل الدين في مفهوم معين وتدخله ضمن صندوق معين، يستطيع هذا الصندوق أن يكون جزء من تركيبة الحالة العلمانية، فهنا يحترمها العلماني وتحترمها العلمانية. لكن اللحظة التي يريد أن يظهر الدين على ما هو عليه ويظهر أتباعه على ما هم عليه كما هو الدين، كما هو منزل، عقيدة وشريعة وعبادة ومنهج حياة، عندما يكون الإسلام أو الدين بهذا الشكل، حينها مباشرة كلما زاد عن الحجم المطلوب عندهم علمانيا، يصنف مباشرة في دائرة أن هذا توظيف للدين، وأن هؤلاء تجار دين، وأن هؤلاء يريدون استخدام الدين للحياة السياسية أو يزجون المقدس في المدنس. وبالتالي نريد أن أقول بأن مسألة الاحترام المزعومة في حقيقتها احترام للدين الذي يفصل وفقا لما يتوافق مع الحالة العلمانية، وفيما عدا ذلك فالدين يعتبر أتباعه من أنصار الإسلام السياسي كما يقولون، فحينها يحارب الدين، وبالتالي فكرة الاحترام هنا تسقط في أول محك لها. وسنعود إليكم بعد قليل فلا تذهبوا بعيدا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى فيما تحدثنا فيه أو كنا نتحدث فيه حول التصور الأول، وهو التصور المادي. وذكرت بأنه انتهى إلى حالة العلمانية بشقيها: الشق الرأسمالي والشق الاشتراكي، والشق الذي يجعل الإنسان مركز في الكون، والشق الذي يرى الطبيعة مركز في الكون. ولكن في نهاية الأمر ينتهي بنا كل ذلك إلى أن يجعل الطبيعة هي مركز الكون، وإلى أن تكون العلمانية في حقيقتها بدلا أن تكون حالة كما يقال عنها حالة محايدة، في حقيقة الأمر تتنزل كديانة على الأقل إنسانوية، وديانة وضعية أرضية يلتزم بها أصحابها التزاما صارما، ويرون الخروج عليها خروج عن الثوابت وعن مقدسات، وربما تقوم من أجلها الحروب. وبالتالي هي شكل من أشكال التدين، ولكنه ليس ديانة سماوية. وبالتالي أهل الديانات لا يرون العلمانية محايدة، ولا يرونها كما ذكرت بأنها
يعني مفصولة على الأقل عن التصورات التي تجيب عن ما تجيب عنه الأديان. فالأديان تجيب عن ما وراء الغيب كشيء إضافي، ولكنها أيضا تجيب عن عالم الشهادة بشكل من الأشكال، وبالتالي هذا على الأقل ما انتهت إليه. ولكن لا أريد الآن أن أدخل بالتفصيل فيما يتعلق بالحالة العلمانية أو الفكر العلماني ونشأته وتطوره ومدارسه. هذا ربما إن شاء الله نمر عليه في يوم من الأيام ضمن إن شاء الله هذا البرنامج على سبيل التفصيل، بحيث على الأقل يكون الإنسان ملما، ويكون كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. المسلم الذي يعرف سبيل الخير وسبيل الشر ليس كالمسلم الذي يعرف سبيل الخير فقط ولا يتعرف على الطرق التي تؤدي به إلى الشرور. فنحن بحاجة إلى معرفة الأفكار، وخاصة نحن الآن في زمان سادت في هذه الأفكار وصارت تزاحم الدين وتزاحم الرسالة السماوية، وتجعل المسلمين في نوع من التذبذب والتفكك النفسي وعدم الانسجام على الأقل الداخلي، والتناقض بشكل كبير ما بين عالم التصورات والعقائد والمشاعر الداخلية وما بين عالم الحياة المادية التي يعيشها الإنسان. ما بين شخص يدخل إلى المسجد ويقول إياك نعبد وإياك نستعين ويقول اهدنا الصراط المستقيم في سائر حياته، وشخص آخر يعني يعيش على الأقل في إطار الحياة العامة بنمط آخر وسبيل آخر وطريق آخر غير سبيل الطريق المستقيم الذي يدعو به في كل حياته. فهنا على كل هذه التناقضات تحدث إشكالات كبرى وتحدث أنماط على الأقل من التناقضات داخل النفس البشرية. ولكن هكذا على كل خرجت البشرية من الإطار الديني، أو خرجت البشرية على الأقل في المنظومة الغربية، وصارت الآن هي يعني نمط عالمي تحاول أن تعممه على كل الناس تحت منظور على كل بأن هذه الحالة العالمية هي حالة معولمة، وهي حالة يجب أن تسود الكون كله، وضمن على الأقل حالة دولية وليس حالة إقليمية أو حالة تتعلق بقطر من الأقطار. خرجت على كل خرج الغرب من الإطار الديني إلى الإطار العقلي، ثم خرج من الإطار العقلي إلى الإطار الحسي، وظلت على الأقل الطبيعة هي الحاكمة، وبالتالي أثر ذلك بشكل كبير في المنظور الفلسفي للوجود. أثرت قضية أن تكون الطبيعة هي مركز الكون، وأن تكون التفسير للحقائق والحقائق المادية فقط، ما أراه، ما أسمعه، ما أذوقه، ما ألمسه، ما أشمه، هذه الحواس الخمسة على الأقل، أو ما نراه في عالم المختبر، وهو أيضا شكل من أشكال المحسوسات، يعني عالم المختبرات. فعلى كل عرف بعد ذلك عندهم العلم والمعارف هي فقط ما ثبت بالحس والتجربة، بينما كان في السابق على الأقل وهم يتعاملون بالحالة الدينية كانوا يرون أن الحقائق ما ثبت بالوحي والحس والتجربة، كما هي الحالة الدينية إن شاء الله التي سأتكلم عنها. على كل خرج الإنسان من هذا المنظور الذي كان منظورا متكاملا ويجيب عن تساؤلاته في عالم الغيب وعالم الشهادة إلى تضييق دوائر معارفه وتضييق دوائر علومه إلى عالم الشهادة، وإبعاد تماما عالم الغيب تحت مسمى الميتافيزيقا. وبالتالي يتم التغيير، يتم التفسير الآن من خلال هذه الظواهر الطبيعية المادية، يعني تفسر كل الحقائق، كل ما هو على الأقل في عالم الوجود يفسر ضمن هذا التفسير المادي. يعني حتى مثلا بعض الأشياء تكاد تعجب، مثلا شخص مثلا يقوم بعملية كما يعني من العمليات على الأقل فيها إزهاق للنفس، أو فيها على الأقل تضحية بالنفس وبحث على الأقل عن عالم آخر، وتجده يفسرها مثلا المحلل أو صاحب على القناة الفضائية بأنه والله يا أخي هذه المسألة يمكن أن تفسر تفسيرا ماديا، ويمكن أن تفسر تفسيرا اقتصاديا، بأن هذا الشخص على الأقل يمر بحالة فقر وحالة كذا وحالة كذا. وطيب الفقير هل ينتحر وينتهي أم أنه يجب أن يبحث عنه؟ فعلى كل هنالك بعض التفسيرات التي تفسر بها من خلال هذا المنظور الطبيعي المادي، تفسر بها كثير من القضايا التي يصعب أن تفسر بشكل صحيح. مثلا الآن قضايا التضحيات، تضحية الإنسان بنفسه، أن يضحي الجندي مثلا بحياته، أن يضحي صاحب مثلا الإسعاف بنفسه، أن يضحي الطبيب في سبيل معالجة الآخرين من هذه طبعا في إطار الحالة المادية لا يمكن تفسيرها. ما الذي يجعل هذا الشخص مثلا يضحي بنفسه؟ إن لم يكن هنالك بعدا دينيا وبعدا إخلاقيا لا يمكن لهذا الإنسان بالتفسير المادي البحت، التفسير الطبيعي المحض، لا يمكن أن نجد لها تفسيرا. وعلى كل دعونا نقول بأن هذا التفسير المادي هو الآن على الأقل المسيطر على كثير من القراءات. وهنا انحسر كما ذكرت مفهوم العلم، وانحسرت كذلك مصادر المعرفة
وتم تنحية كل ما هو وراء الطبيعة بشكل كامل، وتمت تنحية الدين كذلك، وبالتالي تنحية الله جل جلاله من دائرة التصورات ودائرة الحضور على الأقل في عالم الحياة. يعني يجب أن لا تقول بأن والله يا أخي ماذا يقول الله في ذلك أو ما هو دور الله في هذه المسألة. هذه كلها لا تناقش في العالم العلمنة، باعتبار أنه هو تنحية للدين وهي في حقيقتها اللادينية. وبالتالي تنحية الدين تم معه تنحية الله أن يكون خالقا وآمرا وحاكما، وهكذا تاهت البشرية توهانا عظيما إنسانيا. من الناحية الإنسانية تاهت البشرية، لأن الإنسان تحول إلى مادة وتحول إلى شيء من الأشياء، وتم تغييب البعد الروحي فيه. يعني إذا اعتبرنا بأن الإنسان هو جسد وروح، فإن التعامل المادي معه هو تعامل في جزء منه، تعامل في 50% منه، وهو الجانب المادي من مأكل ومشرب وجنس. ولكن البعد الآخر في الإنسان، التركيبة الأخرى في الإنسان التي حقيقة لم تدركها التصورات المادية بأي شكل من الأشكال، هنا سنجد أن الخلل الكبير الذي تظهره هذه التصورات في عالم النهضة هو تغييب البعد الروحي في الإنسان والتركيز على البعد المادي فيه. وبالتالي قضايا التنمية، قضايا كل ما يتعلق بالتنمية والنهضة، سنلاحظ بأنها تتناول هذا البعد الخاص بالحالة المادية، تتناول الاقتصاد، تتناول السياسة، تتناول مثلا المأكل، المشرب، كذا، لكنها لا تحاول أن تتناول البعد الآخر الذي يحتاج إلى إشباع روحي، كما هو حالة الإشباع الجسدي والإشباع المادي. هذه طبعا لا تتناولها التصورات المادية. وبالتالي يعني الإنسان تحول إلى مادة وشيء من الأشياء، وتم تغييب البعد الروحي فيه، وبالتالي زادت الحيرة عند الإنسان وزاد الشك عنده، وظلت التساؤلات الوجودية كما هي. ظلت تساؤلات: من أين جئنا؟ وإلى أين نحن سائرون؟ وما هي مهمتنا في الوجود؟ ما هي علاقتي أنا كإنسان بالطبيعة؟ ما علاقتي أنا والطبيعة بالإله وبعالم الغيب؟ هل ستنتهي الحياة في هذه الدنيا أم هنالك محطات سنذهب إليه؟ كل ذلك طبعا ظلت الأسئلة الوجودية التي لا تجيب عليها إلا الأديان ولا تجيب عليها إلا الفلسفات، ظلت على الأقل محل توقف ومحل إشكال كبير جدا، ولا زالت في تقديري الحضارة المادية لا تستطيع أن تجيب على هذه التساؤلات. وبالتالي ظل الإنسان في حيرته، وظل الإنسان في ضلاله، وظل الإنسان في شقائه. وصدق الله سبحانه وتعالى الذي يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هذا الإنسان الشقي في دنياه مهما ظهر بأنه سعيد، ومهما تظاهر بأنه يصنع البسمة ويصنع الضحكة ويصنع نلاحظه هذه يمكن في كثير من الوسائط في محاولة اصنع بسمة، اصنع بصمة، اصنع كذا، هي محاولة لصناعة السعادة، ولكن ليست السعادة تقريبا هي الإشباع المادي فقط. فالإنسان كثيرا ما يكون يسكن في قصر منيف ويتعامل ما شاء الله بعالم الماديات، ولكن إذا سألته هل أنت سعيد يقول لك أنا أشقى الناس. وتجد هنالك إنسانا يعيش في وضع مادي مزري وحياة تعيسة ومتعبة، ولكن إذا سألته كيف تعيش يقول لك الحمد لله أنا بخير، أنا في سعادة، أنا في نعمة. السبب في ذلك أن نظرتنا لطبيعة السعادة ونظرتنا لمعالجة مشكلات الحياة الطيبة والحياة السعيدة هي التي تجعلنا في نهاية المطاف ننظر إلى السعادة من منظور معين وننظر إلى الشقاء بمنظور معين. فمثلا الذي لا تتوفر له الحياة المادية الرغدة والطيبة نحسبه شقي، بينما هو روحيا ونفسيا وذوقيا ستجده أسعد الناس وهو يفترش الأرض ويلتحف السماء. هذه على كل الجزئية الأولى فيما يتعلق بالمحور الأول، قضية اللادينية أو المادية باعتبارها المحور الذي تبنى عليه تصورات النهضة وتبنى عليه تصورات الوجود المادي والوجود الغيبي. نكتفي بهذا القدر ونحاول إن شاء الله أن نعود إليكم بعد قليل، فلا تذهبوا بعيدا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات،
فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله في برنامج معا ننهض، وفي حلقة التصورات، النهضة والتصورات. وكنا قد أكملنا خلال الجزء الأول من هذه الحلقة الامتداد على الأقل للحلقات السابقة فيما يتعلق بالتصور المادي للوجود، وأهمية أن يدرك المسلم طبيعة هذه التصورات ليعرف على الأقل أين ينطلق ومن أين ينطلق وبأي صورة يجب أن ينهض، ما هو نمط النهضة التي يجب أن يكون عليها، هل تنطلق من البعد المادي أم تنطلق من الرؤية الإسلامية على الأقل لعملية النهضة. ندخل إن شاء الله الآن إلى المحور الثاني فيما يتعلق بالرؤية الدينية. ومسألة الأديان أو مسألة الدين عموما أولا له علاقة بتصور محدد لهذا الوجود، من خلاله تستطيع أن تقول على الأقل ما هو الدين. لكن باختصار لو أردنا أن نقول ما هو الدين، نستطيع باختصار أن نجيب عنه بأنه هو رسالة الله سبحانه وتعالى لعباده في الأرض بعد أن خلقهم وصورهم وعلمهم الأسماء وأسجد لهم الملائكة وكرمهم وحد لهم مهمة معينة ووظيفة معينة، وهي أن ينزلوا إلى الأرض أو يكونوا على الأرض للاستخلاف فيها. ثم بعد ذلك تكون العلاقة بين الله وبين عباده من خلال الرسالة. فهذه الرسالة التي هي عبارة عن ما يريده الله سبحانه وتعالى من العباد، أو الكتالوج الذي سيتعاملون به على وجه هذه الأرض لتصلح حياتهم وليؤدوا المهمة التي خلقوا من أجلها، إن هذا الكتالوج أو هذه الرسالة من الله عبر الرسل الذين هم من البشر، هذا هو الذي نسميه دينا. وكلمة دين لأن الإنسان يدين به، يعني يلتزم به ويحرص عليه أن لا يخرج عنه، فهو مثل الشخص الذي نقول عنه فلان مدان مثلا، مدان لأنه خلاص ألزم بشيء معين، هذا الشيء لزمه. وبالتالي نحن الآن الدين الذي على الأقل ارتضاه الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه عن أصحابه يوم القيامة، وستكون عليه المحاسبة وسيكون عليه الفلاح في الدنيا قبل الآخرة، هو الرسالة المنزلة من الله عبر رسله. هذا هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام. يعني كل الأديان منذ آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام في الاصطلاح الشرعي القرآني لا تسمى إلا الإسلام. يعني الإسلام هو الذي جاء به نوح، الإسلام هو الذي جاء به إبراهيم وهود وصالح وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فالدين الذي يقام من كل هؤلاء، من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد أولو العزم هؤلاء، الدين الذي أمروا إقامته هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا هو الدين. وبالتالي هو الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، فليس لله سبحانه وتعالى دينا آخر. فالدين الوحيد المعتمد من الله سبحانه وتعالى الذي من أول ما نزل آدم إلى آخر رسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الدين يسمى الإسلام. وبالتالي قضية الأسماء الأخرى التي دخلت على الأديان هذه لا علاقة لها بالمسمى الشرعي لدين الله سبحانه وتعالى، فدين الله اسمه الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا. فالذي سمانا مسلمين هو الله سبحانه وتعالى من قبل، سمانا الله سبحانه وتعالى من قبل إبراهيم، سمانا مسلمين، سمانا مسلمين عند نوح، سمانا مسلمين عند صالح، سمانا مسلمين عند هود، وهكذا. وهو الصراط الذي نقول صباح مساء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فإذا دين الله هو المنزل من الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام. إذا هذا ربما حاول علي عزت بوغوفيتش على وجه التحديث في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب أن يقول بأن الأفكار التي تحكم العالم جعلها ثلاث. قال الحالة المادية، التصورات المادية، والتصورات الدينية، والإسلام. أنا حاولت على كل أدخل الإسلام ضمن التصورات الدينية، لكن دعونا هنا الآن على الأقل نستفيد من تقسيم علي عزت بوغوفيتش في تقسيم ما يسمى الآن بالتصورات الدينية. فالتصور الديني الأول هو الإسلام، التصور الديني الأول هو الإسلام، وهو المنزل من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ارتضاه الله عز وجل، وهو الرسالة المضمنة للرسل في كتبهم وفي صحفهم وفي القيم التي نزلت من السماء، وهي التي سيحاسب عليها الإنسان في كل مرحلة من المراحل مسلما مؤمنا. هذا القسم الأول الذي سماه علي عزت الإسلام. فلم يدخل مثلا علي عزت بوغوفيتش مسمى الإسلام تحت تصورات الدين، التصورات الدينية. لماذا؟ لأنه لاحظ في أوروبا بأن هنالك مسمى الدين لا يصلح ولا يصدق إلا على الأديان التي تتعامل مع الإنسان في بعده الروحي فقط، في بعده الروحي فقط. فلاحظ بأن النصرانية انتهت إلى حالة روحية، انتهت إلى حالة شعائرية، انتهت إلى حالة كنسية، انتهت الشرائع، انتهت منظومات القيم، انتهت مفهوم الدولة، انتهى مفهوم القتال، يعني كثير لو اعتبرنا على الأقل، وهو كذلك لو اعتبرنا أن الحالة التي جاء بها عيسى هي امتداد للحالة التي جاء بها موسى عليه السلام، عليهم السلام جميعا. فنلاحظ بأن شريعة موسى وشريعة عيسى عليهم السلام هذه شريعة متكاملة، أجابت عن تصورات نفس التصورات التي يجيب عليها الإسلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هنالك إجابات عن الإله، إجابات عن الكون، إجابات عن الإنسان، إجابات عن الغايات النهائية، القيم، الوصايا التي توارثوها تقريبا جيلا عن جيل، بدءا من نوح عليه السلام، ما يعرف مثلا انتهت أخيرا الوصايا العشر وعندنا صارت المحرمات العشر. هذه كلها تعتبر حالة دينية كانت موجودة لم يحصل فيها تحريف. ولكن لما حصل نوع من الاختزال للمفهوم الديني في أوروبا، واختطفت تقريبا السلطة السياسية واختطفت الإمبراطوريات الأديان وأدخلتها تحت عباءتها، فصار الدين خادما وليس مخدوما، وصار تابعا وليس متبوعا. هنا أراد علي عزت بوغوفيتش باعتباره فيلسوف إسلامي كبير جدا، رأى بأن الإسلام لا يدخل ضمن المنظور الديني بالمعنى الذي تعرفه أوروبا. ولهذا أنا كنت أقول في بداية الحلقة بأن العلمانية التي تحترم الأديان تحترم هذا النوع من الأديان، تحترم الأديان بهذا المفهوم. عندما أنت تعود إلى كنيستك وتتعبد الله في الكنيسة ولا علاقة لك بمفهوم السلطة والمزاحمة فيها والتشريعات والحياة العامة، ليست لك رؤية في المعارف، ليست رؤية في العلوم، ليس لك رؤية في الاقتصاد، ليس رؤية في ترتيب الأسرة وتنظيمها وترتيبها وتشريعاتها، ليس لك مفهوم في الحريات، في قضايا الحقوق. هذا النوع من الدين الذي يبتعد عن كل ذلك هو الدين الذي تحترمه العلمانية.
ولذلك يلبس على كثير من شبابنا وكثير من شباب الإسلام، يقول لك يا أخي والله العلمانية محايدة في الأديان. هي ليست محايدة في الأديان، هي بالعكس يعني متعاطفة مع نمط ديني معين عرفته تعريف معين عاشته أوروبا، خاضت معه صراع هذه المؤسسات السياسية التي انتهت إلى حالة العلمنة، تحترم هذا النوع. ما التزم هو كنيسته وما التزم القساوسة هذه الكنيسة، ولم يزاحموا بأي شكل من أشكال السلطة السياسية، لا أمرا بمعروف ولا نهي عن منكر ولا محاولة على الأقل إدخال المنظومات المعرفية والتشريعية في نظام السلطة السياسية. هذا الدين هو الذي سماه علي عزت بوغوفيتش مسمى الدين، فقسم العالم في تصوراته إلى ثلاث. قال التصورات المادية التي تحدثنا عنها، ثم التصورات الدينية التي تعني الدين بمعناه التعبدي الشعائري الروحي، ويجعل هنا طبعا الدين في مقابل الروح، المادية في مقابل الروح، وكلاهما يرى أنه لا ينسجم مع حالة الإنسان، فلا المادية تجيب عن متطلبات الإنسان ولا الدينية بمعناها الروحي تجيب عن متطلبات الإنسان. ثم يدخل بنا بعد ذلك إلى التصور الثالث للعالم وهو تصور الإسلام. الإسلام هنا أنا ربما في بداية الحلقات اعتبرت المادية والدينية الإسلام يكون جزء من الأديان، لكن بتصور علي عزت بوغوفيتش الآن ولمزيد من الاستيضاح على الأقل يمكن أن نقول بأن محور التصورات الدينية يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول الإسلام باعتباره الدين المنزل، هذا دين متكامل فيه عقائد، فيه شرائع، فيه قيم، فيه محرمات، فيه حقوق، فيه واجبات، فيه نظرة للمنظومة الكونية كاملة كيف تنظم وكيف يجاب على تساؤلات الإنسان، وفيه تشريعات، فيه حلال، فيه حرام، فيه نظام للأفراد، فيه نظام للمجتمع، فيه نظام للدولة، فيه نظام للحضارة. إذن هذا الإسلام بهذا الشكل هو أحد المحور الثاني وهو محور الدين. الجزء الثاني من المحور الديني هو الذي يعتني بالروح فقط، وهنا طبعا سنلاحظ بأن الإنسان لن يشبع كينونته التي ذكرت أن قضية الكينونة والصيرورة التي ذكرتها في الحلقة الماضية. الكينونة الذاتية للإنسان بما أن مبنى الإنسان كينونته ليست جسدا محض لن تشبعه المادية، وبما أنه ليس روحا محض لن تشبعه الروحية أو الأديان الروحية أيا كان، سواء كانت أديان محرفة أو الأديان وضعية. كثير من الأديان التي على الأقل موجودة مثلا في بعض البلدان التي تسمى الآن مثلا أديان هندوسية، الأديان الصينية مثلا، كثير من الأديان هي قد لا تنسب الآن لأديان سماوية، وإن كان خلفياتها ربما تكون هي في النهاية محسوبة على خلفيات أديان سماوية، لكن على الأقل هذا النوع من الأديان لا يعبر عن متطلبات الإنسان. متطلبات الإنسان ليست مادية بحت، وبالتالي الطبيعيون والإنسانويون لا يستطيعون الإجابة عن احتياجاته. الروحيون والدينيون البعيدون أيضا عن هدايات الكتاب المنزل وهدايات الإسلام أيضا لن يجيبوا على تساؤلات واحتياجات الإنسان. وبالتالي يقول علي عزت بوغوفيتش الدين الوحيد الذي يمكنه أن يعبر عن احتياجات الإنسان هو الإسلام. والسبب في ذلك أن الإسلام يقول تعامل بي منذ البداية، ينظر إلى الإنسان بشكل مزدوج، ينظر إليه بأنه دم ولحم ومادة، وينظر إليه كذلك بعد روحي فيه حالة الإدراك، فيه حالة العقل، فيه حالة الوعي. فهو ليس حيوانا بحتا، يعني ليس حيوانا بحيث والله أوفر له الطعام والشراب والجنس، لأن الله سبحانه وتعالى هذا النوع من التعاطي مع الإنسان ألحق هذا النوع من البشر ألحقهم بالحيوانية. قال يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، يعني الذين يعني كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وشبههم الله سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، الذين هم لهم أعين لا يسمعون بها ولهم يعني آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم كذلك عقول لا يعقلون بها، هؤلاء الله سبحانه وتعالى اعتبرهم ضمن حالة الحيوانية، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن سنلاحظ بأن الإسلام هو الرسالة التي تجيب حقيقة على تساؤلات الإنسان ومتطلباته المادية والروحية. وهنا طبعا سنأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة حول أن الإسلام سنجده محارب من التيارات الدينية الروحية
وسيحارب من التيارات المادية الطبيعية، لأن هؤلاء يرونه يمينيا وهؤلاء يرونه يساريا، هؤلاء يرونه روحيا وأولئك يرونه ماديا، وبالتالي هو يخوض معركته مع هؤلاء ومع هؤلاء ويشق طريقا ثالثا كما عبر عن ذلك المفكر علي عزت بوكوفيتش. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في حلقاتنا القادمة عن مسألة التصورات، وخاصة إن شاء الله التصور المتعلق بالإسلام، وهو الذي كل ما تحدثنا عنه من مقدمة لنصل إلى خصائص إن شاء الله التصور الإسلامي، وهذا سيكون ذلك في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.